السلام عليكم أعزائي المشاهدين، إن شاء الله تكونوا لاباس وبخير وبصحة جيدة. مرحبا بكم معنا في قناتكم قناة طبخ جزائري. اليوم جبت لكم وصفة السيجار والصامصة والمحنشة. هذو ثلاث وصفات اللي يتكونوا كامل من الديول ومن حشو اللوز أو الكاوكاو. الطريقة اللي حنشاركها معكم اليوم هي طريقة حنشاركها بالكاوكاو ماشي باللوز، ومع المكون السري اللي حنشاركه معكم في العقدة تاعنا، هو اللي راح يعطينا بنة خفيفة في الكاوكاو تاعنا ويولي بنتو شغل بنة اللوز. وقبل ما نبداو كما تعودنا نصليو كامل على حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونتمنى من متابعينا الأوفياء دائما يشجعونا بإعجاباتهم الجميلة وتعليقاتهم الإيجابية، واللي ماشي مشتركين معنا يتفضلوا بالاشتراك باش ما يفوتهمش الجديد تاعنا. وباش ما نطولش عليكم نجوزو مباشرة للمقادير اللي راح تلقاوها في صندوق الوصف. نبداو على بركة الله. عندي 2 كيلو تاع كاوكاو مرحيين رقاق، عندي نص كيلو تاع نوات كوكو، ونص كيلو سكر، شوية قرفة، والمزهر طبعا باش نلايم به، والعسيلة. وهنا عندي ديول، تستعملي الديول اللي يكونوا متوفرين عندك. انا استعملت ديول العائلة ما شاء الله ناجحين لاباس عليهم. نجوزو لطريقة التحضير تاع العقدة. اول حاجه في الريسيبيون تاعي نجيب هذاك الكاوكاو المرحي اللي قلت لكم مرحي رقيق، ونص كيلو هذيك نكملها بالنوات كوكو. النوات كوكو هذا هو اللي قلت لكم السر اللي يعطينا الخفه في الكاوكاو تاعنا وينجح لنا الوصفه تاعنا. نزيد ندير السكر، نخلط النواشف مع بعض، نضيف القرفه تاعي. ما يخفاكمش بلي القرفه ضروريه في هذه الوصفات، وكاين اللي حاب يزيد يدير الفانيليا ولا مبشور الليمون، هذه تبقى مسألة أذواق. نواصلوا عملية المزج. نجيب المزهر ونبدا نلايم في الخليط نتاعي غير بالعقل. نكون حذرة مع المزهر، نستعمل غير بالعقل باش ما تجينيش العقدة تاعي جارية وتخسر لي الوصفة تاعي. نبقى نضيف غير بالعقل هكذا. شوفوا مع بعض غير بالعقل هكذا. هاي بدات تتلايم لي، شوفوا هاي تلايمت. تشوفوا كي كورت هاي تكورت ما شاء الله. ما نديروهاش جاريه وما نديروهاش يابسه. وباش يجيوني كامل على حبه ويجيوني معمرين، انا فضلت نستعمل الميزان. هنا قسمتها الى كميات من 30 غرام كويرات، درت كويرات من 30 غرام كما راكم تشوفوا معايا. هاي هي كويره واحده اخرى فيها 130 غرام هكذا. نضمن باش يكون عندي الحبه تاع السيجار ولا الحبه تاع المحنشه كامل قد واحد، تجيني على حبه. واللي ما عندهاش الميزان تحاول كيفاش تكورها هكذايا بيدها وعينها هي ميزانها. نغطيهم باش ما ينشفوليش. ودركا نجيب الديول تاعي. الديول هنايا نبدا اول خطوه نديرها اني نحلهم، نحيهم. طبعا سهله كاش اللي ما يعرفش يحلها. نحل الباكي الاول تاعي كامل هكذايا ونغطيه باش ما يشربوش الهواء وينشفه لي. ونحضر هنايا كشغل الغراء اللي راح نلصق به الاطراف تاع الديول تاعي. غير بالعقل نجيب شويه فارينه مغرفه فارينه هنايا، ونبدا نحط غير بالقدره تاع الماء. شوف هاني وجدت الغراء تاعي. انا راح نفوت في المحنشه. اول حاجه ندير نفور ورقه تاع الديول في القدره هكذايا تاع الطعام اللي فور فيها الطعام. علاش نفوروها؟ باش تجينا سهله في الخدمه تاعها وما تتكسرناش وما تقطعناش. هنا مباشره بعد ما فورتها نبدا نخدم فيها، وندير الجهه الملساء من تحت ونخدم بالجهه الخشنه من الفوق. نطوي الجهه الفوقانيه ونزيد الجهه التحتانيه، ونجيب كره من الكريات اللي حضرتهم قبل تاع العقده ونحلهم غير بالعقل فوق طاوله العمل هكذا. نحربشهم ونحلها قسمه راني طاويه هذاك الديول، ونخلي الاطراف منه من فارغين، ونحطها فوق الطويه اللي قابلتني ونبدا نرولي بشويه ونطوي غير بالعقل في غرضي حتى نوصل للاخر. طبعا ما ننساش ندير هذاك الغراء اللي خدمناه بالفارينه والماء، هذا راح يساعدنا بالبزاف هكذا ما تنحللنا ما تعيينا. نحطها هكذا ودركا نلويها كما لازم الحال هكذا. اول حاجه نطوي هذاك الراس تاعها ندخلو لداخل
وندور عليها كالحنش. على هذاك يقولوا لها المحنشة لانها تشبه للحنش يعني الثعبان. هنا نجيب شويه من الغيراء هذاك اللاصق تاع الفارينه مع الماء ونلصقهم واحتياطيا هكذا مادام اللصقه هذيك مازال ما نشفتش. نجيب ان كوردون ونلصق الطرف الثاني بهذه الطريقه هكذا. شوفوا مشاهدينا سهله ماهله ما شاء الله. جربوها ان شاء الله وتفرحوا بها. نجوزوا للطريقه الثانيه. راح نشارك معكم وصفه السيجار. نحطوا نصف ورقه بعد ما قصيناها بالمقص. ندير في الجهه اللي منا شويه غيراء ومنا شويه غيراء تاع الفارينه هكذا باش ما يتفتحولناش كي نكونوا نطيبوا فيها في المقله. نزيد نجيب كره من هذوك الكريات تاع العقده تاعنا ونحلها فوق طاوله العمل بنفس الطريقه هكذا اعزائي المشاهدين. ونبدا نلوي فيها غير بالعقل نساعفها وناخذ وقتي معاها وندير لها شويه لصقه بالبانسو ونكمل نغلقو وهكذا رانا كملنا السيجار تاعنا. نجوزو كيف نشوفوا كيفاش نديروا الصامصه. كيف نصف ورقه تاع ديول نجيبوا هذيك العقده ونشكلوها كشغل مثلث تاع فرماج هكذا. مادام يكون بنفس الوزن راح تخرج لكم كامل قيس واحد. ونقلب بالمثلث تاعي بهذه الطريقه ونقلب كما راكم تشوفوا. الورقه هذه نحاول نطويها بهذه الطريقه. ودوكا هذوك الاجنحه ندير لهم شويه غيراء ونلصقهم فوق الصامصه وهكذا رانا تحصلنا على الشكل تاع المثلث تاع الصامصه. وباش ما نطولش عليكم الفيديو بزاف فضلت اني من كل شكل نوري لكم حبه. واذا ما فهمتيش التشكيل تقدري تعاودي الفيديو في كل شكل ما فهمتيش وتعاودي حتى تجيبيها سوا. بعد ما وجدنا كامل الكميات اللي عندنا ودرنا كامل الاشكال وبالكميه تاع الديول والعقده اللي موجوده عندنا نجوزو لطريقه القلي. القلي طبعا نجيبوا المقله تاعنا فيها شويه زيت ماشي بزاف يعني ما نديروهاش عايمه كيما المقروط هذا كيما راكم تشوفوا. الزيت تغطي نص الحبه. بعد ما درت الزيت سخنت مليح نخليها على نار متوسطه وندير نعمر المقله تاعي كامل بالحبات اللي ما عندي حتى تتعمر لي هكذا. حطيت المحنشه هي الاولى زدت السيجار هكذا نخليها تنقلع في غرضها وكي نشوفهم يتحمروا من التحت باش نقلبهم. هنا كي تحمرت لي من التحت نقلبهم ونزيد نستناهم حتى يتحمروا لي مليح من التحت. نجيب ان بلا فيه الورق الماس وغير بالعقل نحي الحبات اللي طابوا لي نديرهم في هذاك الطبق اللي فيه الورق الماس باش يمتص لي هذاك الزيت. وهكذاك مادامهم سخونين نديرهم مباشره في العسيله خليهم يتقطروا واحد الدقيقه برك ونديرهم في العسيله يتعسلوا. نكمل الكميه اللي ما زالت لي عندي مكان فارغ في المقله. نكمل هذه الكميه اللي عندي واللي طابوا ثاني نكمل نحيهم ونجوزو نشوفوا كيف عسلناهم. نجيب الريسيبيون تاعي والعسيله هكذاك نديرها ما نزيد لها ما زهر ما والو خليها هكذاك خاطره كيما نحيها من البطاط تاعها. وكي تتعسل نحيها ونقطرها. تحبي ديريها في كسكاس ولا تحبي ديريها في ان بلا ولا كيما تحبي. هنا عسلنا المحنشه ونجوزو من بعد للتزيين. اعزائي المشاهدين بعد ما عسلت كامل الكميه اللي عندي وخليتها قطرت بيان باش ما تجيناش مقهومه واش ندير نروح نزيد نجيب البانسو تاعي وشويه عسيله وندهنها غير هكذايا غير شويه باش تلصق ليها باش يلصق ليها داك البيستاش. شوفوا مشاهدينا ها هي اون استوس باش تحبوا تشبحوا الحاجه وتلصق لكم. نزيد لها شويه من اوراق الورد الجافه للتزيين طبعا ماشي للاكل. شوفوا شحال جات شابه ما شاء الله بريستيج. نزيدو نديرو للسيجار نفس الطريقه. درنا شويه عسيله في الاطراف وندريو عليها شويه بيستاش ولا عندك الجلجلان ولا معليش تقدر ديرها جلجلان. شاهدكم في الجنه ان شاء الله. ريحه رمضان راهي تعيط. هذه هي نتيجتنا النهائيه. نحلو وحده مع بعض. شوفوا ما شاء الله. شوفوا الله يبارك العقده كيفاش راهي تبان لداخل الحبه
ما شاء الله ما شاء الله. شاهدكم في الجنة خياتي، نتمنى تكون لاقت بكم الوصفة لنهار اليوم. إن شاء الله تجربوها، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المعظم ويجي مراه العيد. نتمنى تشجعونا بإعجاباتكم وتعليقات الإيجابية، واللي ماشي مشتركين معنا يتفضلوا بالاشتراك باش ما يفوتهمش الجديد تاعنا. وهنا ما بقى لي نقول لكم غير نخليكم في رعاية الله وحفظه، ونتلاقاو في فيديو قادم بإذن الله.